السلام عليكم. اول حاجه بحب اشكر الناس اللي تفاعلت معايا الفترات اللي فاتت، سواء بالمشاهدات او سواء باللايكات. بشكركم جدا لان البرنامج والقناه لسه جديده، لكن في ناس ابتدت تتفاعل مع الموضوع لانها شافت ان في هنا رؤيه كويسه، حد بيتكلم كويس في الكوره. فانا عموما بشكركم وبشكر الناس حتى لو هم عددهم قليل، بس بكره هيبقى عددهم كبير ان شاء الله. هلم لك الدنيا كلها. لو انت مش متابع الاخبار في الفتره اللي فاتت فانا هلم لك اهم الاخبار اللي تخص الناديين. عماد النحاس طلع تصريح لما سالوه مين افضل مهاجم يجي النادي الاهلي، قال لهم افضل مهاجم يجي النادي الاهلي خلفا لاسامه ابو علي هو مصطفى محمد. انا بقول لك ان الموضوع دوت موضوع حقيقي، والطبخات يا جماعه بتتجهز وبتاخد فتره. وعلى فكره الموضوع دوت مش جديد، الموضوع ده قديم والاهلي كان بيفاوض مصطفى محمد بقاله فترات. يمكن الموضوع حصل له هولد، اتاخر شويه، لكن رجعت تاني مفاوضات ورجعت بقوه نظرا لعدم وجود مهاجم قوي دلوقتي موجود في النادي الاهلي. طيب الموضوع حقيقي، انا شايفه حقيقي وعادي جدا ان انت تفاوض مصطفى محمد، وليه لا؟ طيب هو مصطفى محمد كويس، مهاجم كويس ينفع النادي الاهلي؟ مصطفى محمد اكيد مهاجم كويس، قوي، تسعة، هجام، مهاجم صندوق حقيقي. فانا شايفه لو جه يبقى اضافه للنادي الاهلي. الفكره بقى بتاعت ان معقوله نجيب مصطفى محمد، معقوله يجي الاهلي؟ مش ممكن. القصه دي اعتقد انتهت تماما، انتهت خلاص، وبقينا نصدق عادي جدا. خلاص ده امام عاشور جه، زيزو جه، بن شرقي جه، اظن بعد الناس ديت خلاص اي حد ممكن يجي عادي. فده بالنسبه لقصه مصطفى محمد. انا حسيت ان عماد النحاس بيفرش لها، يعني بيعمل لها الفرشه من دلوقتي كده يا جماعه. بجهزك في اللاوعي كده كجمهور النادي الاهلي انك تبقى مستعد ان مصطفى محمد جاي. طيب النقطه الثانيه، زيزو القصه بتاعته على السريع كده. طبعا المحكمه حكمت له ان الفلوس بتاعته، ان هو له فلوس عند النادي. دلوقتي بيتواصلوا معاه في نادي الزمالك انه يتنازل عن جزء من الفلوس بتاعته لنادي الزمالك. والده رد وقال للشخص اللي كان بيكلمه دي لو فلوسك ترضى تتنازل عنها؟ فبيقول لك ان الشخص قال له لا دي ملايين، قال له يبقى انت عرفت الرد بتاعي وانا كمان مش هتنازل. مش ده المهم. ويمكن يرجع يتنازل ويمكن يقنعه ويمكن، لكن مش ده المهم. المهم ان القوه اللي كان بيتكلم بيها احمد حسام ميدو على القناه بتاعته وقاعد مع المذيعه وبتساله هو زيزو له فلوس؟ رد بمنتهى الثقه وقال لها زيزو ملوش ولا مليم، زيزو واخد كل فلوسه. طلع لي يا ابني انت وهو المستندات. طبعا كان بيكلم الاعداد، وفعلا الاعداد طلع مستندات كده مكتوبه مختومه، مش مهم مكتوب فيها ايه، بس يعني واضح ان على كلام احمد حسام ميدو ان ده اللي بيثبت ان زيزو خد فلوسه. وهنا وقفت مستغرب ساعتها، والله وقفت مستغرب. وانت ازاي يا ميدو جايب يعني الجبروت ده ومستندات؟ هو معقوله لعيب يطلع خد 40 مليون، الرقم الضخم ده ايا كان هو مين، ويطلع بكل بجاحه يقول لك انا ما خدتوش؟ لوجيك مش يعني صعب قوي تصدقها. وبتدور الايام وبتثبت ان المستندات دي كانت مستندات فوكس اي كلام. المفروض نشوف مين اللي طلع المستندات دي بقى، اروح اشوف المستندات دي مين اللي طلعها والمستندات دي مين اللي ماضيها. ولكن المشرحه مش ناقصه في الزمالك، يعني في الزمالك المشرحه مش ناقصه. يتنازل ما يتنازلش، بس ده كان رد ابوه ان هو مش هيتنازل على ولا مليم. اكيد ابوه مشحون من اللي حصل فيه من جماهير الزمالك والاسفاف اللي حصل عليه. ديانج، طيب ديانج بيقول لك جاي لي عروض من السعوديه وبيراميدز، وديانج عايز يقعد. ولكن ديانج كل مشكلته انه عايز يبقى بيشارك بشكل اساسي ولو بنسبه. طيب والاهلي عايز يحسم الملف بتاعه. طب انت عايز تمشيه ليه؟ برضه ده راي وجهه نظر، عايز تمشي ديانج ليه؟ يعني معلش يا جماعه، يعني الناس اللي بتتفرج على النادي الاهلي والناس اللي بتحب النادي الاهلي وحتى الزملكاويه، انت شايف ان ديانج لعيب قليل؟ ديانج الخامه بتاعته وحشه يا عم، لعيبه. انا مش قادر افهم مين ممكن يكون عندك في نص الملعب حاليا دلوقتي افضل منه انك ممكن تتنازل عنه. مين ممكن يكون عندك افضل من ديانج؟ انا مش شايف. حتى الصفقات اللي انت جبتها جديده، بن رمضان، انا بقول لك لحد النهارده بن رمضان دوت ما اقنعنيش بجنيه. لحد النهارده لما تسالني عليه اقول لك لعيب عادي جدا، عادي جدا، شفتش منه اي حاجه على الاطلاق. انا من رايي ما تمشيش ديانج، لان ديانج لعيب حلو، ديانج لعيب مهم في نص الملعب قوي يا جماعه. انا من رايي ما تمشيهوش ولا تتنازلوا عنده، لا للسعوديه ولا البيراميدز. صدقني هنرجع نندم عليه. حسام عبد المجيد، من حلقه قبل كده اهو، من 5 حلقات طلعت وعملت حلقه بعنوان حسام عبد المجيد يقترب من النادي الاهلي، والموضوع بيتجدد النهارده والاخبار بتتجدد النهارده ان حسام عبد المجيد
الملف بتاعه مفتوح في النادي الاهلي، وانهم قعدوا وبيدرسوا وانه شايفين ان هو مناسب جدا جدا. وطبعا هو مناسب جدا. وانا بقول لك ان سواء حسام عبد المجيد او مصطفى محمد، الحاجات دي يا جماعه تبقى عامله زي الطبخه اللي بتاخد لها وقت. يخلص العقد بتاعه، الانتقالات بتاعته هنشوف هناخده ازاي. فانا بقول لك ان حسام عبد المجيد بنسبه كبيره جدا هو في الاهلي هو مصطفى محمد، والاثنين احنا محتاجينهم. انت محتاج في الدفاع طبعا، ومحتاج في الهجوم طبعا، والاثنين انا شايف حسام عبد المجيد انا اتكلمت عليه قبل كده مدافع كويس جدا، تعرف تبني عليه، بيعرف يطلع بالكره من ورا، لاعب بيلعب بهيده كويس جدا، لاعب طويل بيلعب ضربات جزاء حلو، لاعب في كل المواصفات، صغير في السن، كل المواصفات اللي انت عايزها في مدافع ممكن تلاقيها في حسام عبد المجيد. الايام الجايه هتلاقي ان الاثنين دول بنسبه كبيره جدا موجودين في النادي الاهلي، خصوصا في ظل اللي بيحصل في نادي الزمالك. لا في فلوس ولا في اي حاجه، ولا مفيش حاجه موجوده خالص. فانا النهارده هجدد في نادي الزمالك، اجدد بايه؟ والنادي الاهلي بيعرض عليا. فتحس ان الصفقات دي صفقات خلصانه. بيقول لك شيكابالا طبعا عرف بالموضوع، فابتدى يكلم الاداره ويضغط على الاداره ان هم يلحقوا ان هم يقعدوا مع حسام عبد المجيد. هيقعدوا مع حسام عبد المجيد هيدوا ايه؟ هيقعدوا مع حسام عبد المجيد هيوعدوه بايه؟ لا، قال لك ان الاداره كمان هي كمان هتروح تضغط على ممدوح عباس انه ينقذ الزمالك من الورطه اللي هو فيه. ده بالنسبه لحسام عبد المجيد. احمد نبيل كوكا، دي يمكن اللقطه اللي هي ايه منيره شويه. بيقول لك احمد حسام كوكا جاي له عروض من قاسم باشا التركي وعروض من السعوديه، وان النادي الاهلي مستاء جدا ان احمد نبيل كوكا بيماطل وبيطلب طلبات في الفلوس عاليه قوي. كل ده مش مشكله، كل ده عادي ممكن نبلعه. الجايه هي اللي ممكن تكون مضحكه شويه. بقول لك بقى، ويوجد بعض التخوف لدى اداره النادي الاهلي من رحيل احمد كوكا، احمد نبيل كوكا، تخوف من رحيله وخصوصا في فتره الانتقالات الصيفيه وهو العقد بتاعه خلص. تخوف من ايه؟ تخوف ان انت يمشي من غير ما تستفاد منه. ممكن يعني دي ممكن امشي معاك فيه، انما اوعى تقول ان انت متخوف ان احمد نبيل كوكا مثلا ممكن يمشي واحنا نبقى خايفين على فقدان لاعب بالامكانيات العاليه جدا دي. ده اكيد مش منطقي خالص. ده انا من فتره بقول لك يا ريت يمشي، يعني يا ريت فعلا يمشي. لعيب، بص يا جماعه، انا من وجهه نظري احمد كوكا لعيب قليل، لا هو ينفع باك ليفت ولا هو ينفع نص ملعب بمنتهى الصراحه. فلو الراجل واحمد نبيل كوكا، يعني الغريب ان احمد نبيل كوكا كمان بيطلب ارقام عاليه. وفي يا جدعان بجد والله في ايه؟ مش فاهم يعني منين جايب ان انت عايز تطلب ارقام عاليه. انا شايف ان انت احمد نبيل كوكا تحمد ربنا ان انت موجود جوه النادي الاهلي. لو جددوا لك باي مبلغ هم يشوفوه، احمد ربنا ان انت موجود اصلا في النادي الاهلي بجد. وخلينا نتكلم مع بعض بصراحه. اوعى تقول لي اصل مسك ما اعرفش مين وعمل ايه. لعيب قليل جدا وامكانياته قليله جدا يا جماعه. عايز تبيعه بيعه، عايز تستفيد منه ماديا استفاد منه ماديا بس مش اكتر. لكن عايز يمشي طبعا، ده يا ريت يمشي. افتكاسات الاعلام. امبارح كنت بتفرج على برنامج بيتعمل كده هو زي ستايل القهوه، كلكم عارفينه طبعا، بجايب محللين وجايب ناس فاهم. الغريب في البرنامج دوت ان هو بيبقى جايب الناس مقعدهم ان هو قاعد في قهوه. يعني المفروض يبقى الكلام سهل، وكلام الرجاله بتاعت القهوه والشباب بتاعت القهوه، الكلام السهل اللي مش مجعلص. وبتفاجئ ان الكلام مجعلص ملوش علاقه بالراجل اللي بيقدم الشاي. يعني الراجل اللي بيجي دوت اللي بيقدم لهم الشاي ولابس لبس القهوجي، الكلام اللي بيتقال ملوش علاقه باللبس بتاع عم حمزه ده خالص، ولا طبق الفول اللي بيتقدم ولا عربيه الفول الموجود. بيقولوا حاجات وانا قاعد بسمعها. ويا جدعان في ايه يا جدعان؟ هي الناس دي بتناقش رياضه تانية غير الرياضه بتاعتنا؟ وبعدين كل واحد لازم يبقى قاعد طالما هو موجود وطالع ما بيجعلصها قوي، بيقول كلام كبير قوي، كلام تبقى قاعدين كده. لو احنا قاعدين على القهوه كلنا بنتفرج على كده. انتوا بتقولوا يا جدعان؟ امبارح كانوا بيناقشوا مثلا قصه كيفيه اختيار اللاعب المحترف، ازاي تجيب لاعب محترف من بره. موضوع بسيط جدا وسهل. فقلت اسمع هيقولوا ايه. فواحد قال لك لازم اجيب الراجل يكون متناسب معانا. فقلت اسمع التناسب في ايه؟ قال لك ان هو يكون مثلا زي بيرسي تاو. ما ينفعش كنت تروح تجيب بيرسي تاو وشه مكشر، لعيب وشه مكشر بالكتالوج بتاعه مكشر نازل كده. انا مش فاهم يعني المفروض يضيف عليها واحنا مثلا ما يجيبش لعيب وشه مكشر عشان احنا موجودين في مصر ومصر مثلا بتحب الضحك والفرفشه. انا مش فاهم يعني نروح نجيب محمد هنيدي ممكن يلعب مثلا، ده واحد رد الرد ده. فضلت واقف كده استغربت قوي. بعد كده راحوا عند واحد تاني صانع محتوى برضه، فقام ده قال لك ايه صانع المحتوى؟ قال لك يا جماعه احنا لازم نبقى مركزين جدا في اللعيب اللي هنجيبه، لازم نسال عليه نعرف بيعمل ايه بره. يعني مثلا ما نروحش نجيب لعيب بيحب السهر، مصر بتحب السهر. فبكلم والله واحد في السوشيال ميديا برضه تقيل قوي دمه خفيف جدا قوي يعني اهلاوي، فبقول له امبارح بكلمه في التليفون، قال له قاعد ضحكني، قال لي والله العظيم ده على مبدا بيروت بتحب اللاعب واللاعب بيحب بيروت. فيعني ايه ما اجيبش لعيب عشان مصر بتحب السهر؟
انتوا يا جدعان انتوا بتقولوا ايه؟ قال لك ولازم نجيب لعيب نكون عارفين بيعمل ايه بره، اخلاقه، يسهر ازاي، بيروح فين، بيجي منين، علاقاته ايه. انا على كده لو انا بروح اجيب مثلا لعيب افريقي من جنوب افريقيا، انا مش كده محتاج ان انا اخاطب مديريه امن جنوب افريقيا انهم يعينوا 2 مخبرين يمشوا ورا اللعيب ده. فضلت اسمع حاجات غريبه قوي يا جماعه. وفي الاخر لما جم عند الحته المهمه جدا، قال لك لكن ان انت تختار لعيب محترف ان هو لعيب سوبر ولعيب ملوش حل، لعيب قوي جدا فت وانت محتاجه، ما بقتش هي ديت يا جماعه اسباب الاختيار. يا نهار اسود، انا قاعد يا جدعان مش قادر، وربنا انا قاعد بضحك ضحك هستيري. انت جيت على اهم نقطه اللي هو الطبيعي اختار لعيب على كده، وقلت لي دي ما تكونش الاساسيه. يعني اللي انت قلته ده هو ده الطبيعي؟ انا مش فاهم ان اجيب لعيب بيضحك، او مش فاهم يا جماعه ده الطبيعي؟ افتكاسات غريبه جدا. انا مش فاهم الناس ديت عشان يعني قاعدين قدام الكاميرا فبيقولوا كلام مجعلص جدا. حتى بقول لك مش لاقي على القهوه يا جدعان، مش لاقي على الديكور، مش لاقي على الطقطوقه اللي قاعدين عليها. يا جدعان ما طبعا من الناس بتجيب لعيبه منين؟ الكشافين دول كانوا ايه؟ النهارده انت بتقعد تبص على لعيب، اللعيب مدغدغ الدنيا ومكسر الدنيا، انا محتاج فرود وقدامي فرود بيلعب هنا وهنا وهنا. الفرود عمال بيجيب في جوان وتحركاته عاليه جدا، ومن نص فرصه بيجيب وبيستقبل، لعيب هايل، لعيب انا محتاجه. اسيب دي النقطه الجوهريه اللي هو الطبيعيه واروح افكر لعيب بيضحك ولعيب ما بيضحكش، ولعيب اصل هو مصر بتحب السهر، ولو هو بيسهر يبقى يسهر عشان مصر بتحب السهر، وامشي وراه 2 واعرف بيعمل ايه بره. افتكاسات الاعلام بقت غريبه قوي. بتقعد قدام البرامج، عشان كده انا بحب البرامج السهله اللي تلاقي فيها كده ناس قاعدين بيكلموك الكلام اللي انا وانت نفهمه، الكلام السهل. الواد ده ملوش حل، الواد ده لعيب، بص الواد ده نزل عملها ازاي ولا بيستلم ازاي، الكلام السهل، الكلام العادي، الكلام يعني عايز اقول له فصص كلامك. دي من ضمن افتكاسات الاعلام. النقطه الثانيه بقى بالنسبه لنادي الزمالك، ده سؤال انا كنت عايز اساله. بيقول لك الزمالك في ازمه ماليه وبيفلس والخزنه بتاعته فيها 15,000 جنيه وناس فرحانه. انا بس عايز اسالك سؤال، انت كاهلاوي او اي حد ما بيحبش الزمالك، وبساله لنفسي، احنا هنبقى سعداء لو الزمالك مثلا فلس ما بقاش موجود، هبط، ما بقاش موجود في الدوري؟ مستحيل تكون فرحان. انا بقول لك انا واحد من الناس اهلاوي بحب النادي الاهلي وبشجع النادي الاهلي من زمان، وبقول لك مستحيل ابقى فرحان. كرة من غير نادي الزمالك ملهاش لزوم، كرة من غير نادي الزمالك ملهاش لزوم. حتى لو انت كنت من النوع اللي بتحب الزمالك عشان انا بحفل عليه هتبقى مفتقده برضه عشان انت بتحفل عليه لو انت دي دماغك. مهما كان ماتش بيراميدز مع الاهلي اصبح مهم، وبيراميدز قدر يعمل من الماتش دوت ماتش عليه سبوت وعليه اضاءه والناس بتستناه، التيشيرت الابيض مع التيشيرت الاحمر في الملعب قصه ثانيه. ايه يا جماعه؟ المنافسه. انا لو ما عنديش منافسه النهارده مش هقعد اتفرج. انا لو بتفرج وانا بلعب في كاس عالم ولا افريقيا ولا بلعب في الدوري مثلا ومعايا فرق كلها تعبانه، انا اصلا ممكن ماتش ما اتفرجش عليه. الشغف راح، الحماس راح. طبعا لازم الزمالك يبقى، اقول لك حاجه، انا بتمنى ان الزمالك يرجع يبقى عنده كوره، هو وبيراميدز وكذا نادي يبقوا موجودين، كلنا يبقى عندنا كوره. جو الفرقه الواحده دوت ما بحبوش، ولا احنا كاهلاويه بنحبه. لحسن تكون فاكر ان انا سعيد جدا انا مستحوذ على كل البطولات ولا مستحوذ، لا، مبسوط اني بكسب البطولات لكن عايز منافس، عايز انزل اعمل ماتش حلو. الفرحه اللي جمهور الاهلي فرحها يوم ماتش الزمالك اللي فات، ليه؟ عشان كسبت الزمالك، مش عشان كسبت الجونه، عشان كسبت الزمالك. يفضل الزمالك فرقه كبيره وفرقه كبيره قوي. انا واحد من الناس اختبرت في الزمالك سنه 95 96، كنت على وشك ان انا خلاص ابقى موجود جوه النادي. لا، نادي كبير واي حد يتمنى يلعب في نادي الزمالك، ودي حقيقه. وانا اتمنى ان نادي الزمالك يفوق ويرجع. وانا مش عمري ما كنت سعيد ابدا ان نادي الزمالك بالمنظر اللي هو فيه ده، ولا بالمنظر. نادي الزمالك بيفك يا جدعان، بيفك خلاص. عارف انت حتى الكام لاعب اللي انت منظمهم بيفكوا، اللي له فلوس خلاص، اللي انت جايبه محترف ليه فلوس بيمشي، واللي جاي له عرض بيمشي. ما هي الانديه بتنهار ازاي يا جدعان؟ الانديه بتنهار بالنظام ده. انا شايف ان لو الاداره مش قادره، هاتوا يا جماعه اداره ثانيه تكون قادره. ولو هتفضلوا عايشين على جو ان فلان يتبرع لي وفلان يسد لي، الدنيا مش هتمشي. دي كانت كل الاخبار المهمه في الفتره ديت. ولو عجبك المحتوى تعالى تاني. السلام عليكم.